يمكن في اعمى تدور عليه جاي. ما انا مش عارف العمى ده. انتوا عارفين قصه العمى دي؟ انا اقول لكم نكته للشيخ محمد الغزالي الله يرحمه على العميان دي حلوه قوي يعني. انتوا عارفين الازهر كان عندنا مشكله في الازهر. الازهر انا عندي خالي الله يرحمه عنده 5 ولاد، 5. في واحد فيهم طلع معوق، بعته الازهر تعلم الدين. يعني من ال5 الوحيد اللي راح الازهر اللي هو طلع يعني عنده عاهه. فالشيخ الغزالي الله يرحمه في احد كتبه بيقول ايه؟ كان لي صديق ولد له ولد في عينه رمد، تعبان، عينه تعبان. طاف به بين الاطباء، يلف بين الاطباء يدور على علاج لعين ابنه، ما فيش ولا واحد عارف يعالجه. طلع الواد عينه تعبان، فهو قرر قال خلاص اجعله للازهر، خلاص انا اوهبه لله يعني. عايز اقول لك بتاعك والله ما يرجع، لازم يرجع لك. قال له ربنا والله. فالشيخ الغزالي بيقول ايه؟ ده من قبيل ويجعلون لله ما يكرهون. اللي هو وقف في زوره قال ده يبقى بتاع ربنا. واحنا عندنا لحد دلوقتي لما يبقى عندك ثلاجه باظت تقول كلم الجامع ياخدها. مش كده؟ ابعت لربنا اللي انت عايز تخلص منه. خلينا نقف. ويجعلون اسمه سيد باسم، ويجعلون لله ما يكرهون. المهم كان شرط من دخول، يا اخي هرجع يا ابو زيد اللي انت عايزه. من قبيل اهو كده كل الناس عرفت ان ابو زيد اللي منبهني على آل الشيخ. فلما كان الشرط لدخول الازهر ايه؟ ان انت تحفظ القرآن. فبعتوا الكتاب، لما بعتوا الكتاب الولد بدأ يحفظ القرآن عشان مش هيخش الازهر الا اذا حفظ القرآن. فحفظ القرآن كله، عين الولد فانجلت بقت زي الفل، فسحبوا من الازهر وداع التربية والتعليم. فالشيخ الغزالي قال ايه؟ قلت أحرام على هذا الدين أن يحمله سليم القوى قوي البنيان، أم أن هذا الدين ابتلي أن يحمله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وبعدين الشيخ الغزالي عمل فول ستوب كده وقال ايه؟ أخشى ما أخشى أن يرتفع المستوى الصحي للأمة فلا نجد من يتعلم الإسلام. هيطلع كله عميان في الآخر. فلو طلعنا كلنا اسلام ندور على الازهر ما نلاقيش حد دخل الازهر. بس لو ماشي يا مولانا ما شاء الله. فالشاهد يا جماعه الخير اللي انا بقول لكم الحكايه بتاعت الازهر دي سبب حكايه الازهر. طيب سبب حكايه الازهر دي انا ذكرتها لكم ليه؟ ان آل الشيخ طلع يطلع فتوى عمياني يقول الموالد، الاحتفال بالموالد شرك. موالد لا، بدعة دي